الترند الحاجات الصيني حلوة جدًا، يعني في حاجات عربيات كتيرة صيني كتير جدًا طالعة بقت أشكالها جميلة. إيه أنت بتوزّعها أو أنت زي عارفها فأنت G2 حافظها؟ مثلًا من العربيات الحلوة جدًا، T2 الجديدة اللي شبه الDefender دي من العربيات اللي أنا باشوف شكلها حلو جدًا. في عربيات نازلة صيني دي كتير، حلوة؟ ده في ناس طبعًا، بتتكلم طبعًا، طبعًا. يعني في ريفيوهات كشكل حلو، بس في ناس طبعًا بتقول حلو جدًا. لأ مش كويسة لأ، عربية من العربيات الكويسة جدًا، جدًا. عربيات الصيني كلّها اللي نازلة جديدة كلّها إذا كانت جيلي والّا الإنتاج المحلي، أنا أتوقع إن السنة الجاية كمان السنة دي هيبقى في ناس كتير أوي هتعمل إنتاج محلي، هيبقى في عربيات كتير جدًا متوفرة إنتاج محلي. هو إحنا عندنا عربيات إنتاج محلي؟ طبعًا في عربيات إنتاج محلي كتير في مصر، بس مش تصنيع طبعًا، تجميع. تجميع. طبعًا تجميع. طب وده بيفرق في إيه؟ ده بيفرق أول هَم إنك بتشغّل العمالة المصرية، ده مهم جدًا. بتشغّل مصانع كتير في مصر. بتقلل خروج العملة. وطبعًا أنت لو اشتغلتها طبعًا كتصدير ده مهم جدًا، أنا شايف الدولة السنة اللي فاتت زقّت إلى حدٍ ما بعض الوكلا، وإحنا كان في نيسان برضه صدّروا، ناس كتير أوي صدّرت السنة اللي فاتت، ودي كانت خطوة كويسة جدًا إن مصر تبدأ تصدّر فتدخّل عملة، وتشغّل العمالة، دي خطوات كويسة جدًا طبعًا، وخطوات كويسة إنك تاخد خطوة إنك في يوم من الأيام تصنّع عربية، لأن أنا شايف إن أهم حاجة مصر لازم تهتم بيها هي الصناعات المغذية، دي نعمل أهم عربيات حاجة. النصر، أعتقد الصناعات ما لهاش المغذية، علاقة. لأ أهم من المصانع دي كلّها حاجة اسمها الصناعات المغذية، اللي هي كل العالم بيقوم عليها، اللي هو يبتدي يصنّع ضفيرة، يبتدي يصنّع تيل فرامل، يصنّع طنابير. الصناعات المغذية دي في يوم من الأيام هتبني لك عربية، فطبعًا دي حاجة مهمة جدًا. الترند الحاجات الصيني حلوة جدًا، يعني في حاجات عربيات كتيرة صيني كتير جدًا طالعة بقت أشكالها جميلة. إيه أنت بتوزّعها أو أنت عارفها زي فأنت G2 حافظها؟ مثلًا من العربيات الحلوة جدًا، T2 الجديدة اللي شبه الDefender دي من العربيات اللي أنا باشوف شكلها حلو جدًا. في عربيات نازلة صيني دي كتير، حلوة؟ ده في ناس طبعًا، بتتكلم طبعًا، طبعًا. يعني في ريفيوهات كشكل حلو، بس في ناس طبعًا حلو بتقول جدًا. لأ مش كويسة لأ، عربية من العربيات الكويسة جدًا، جدًا. عربيات الصيني كلّها اللي نازلة جديدة كلّها إذا كانت جيلي والّا الإنتاج المحلي، أنا أتوقع إن السنة الجاية كمان السنة دي هيبقى في ناس كتير أوي هتعمل إنتاج محلي، هيبقى في عربيات كتير جدًا متوفرة إنتاج محلي. هو إحنا عندنا عربيات إنتاج محلي؟ طبعًا في عربيات إنتاج محلي كتير في مصر، بس مش تصنيع طبعًا، تجميع. تجميع. طبعًا تجميع. طب وده بيفرق في إيه؟ ده بيفرق أول هَم إنك بتشغّل العمالة المصرية، ده مهم جدًا. بتشغّل مصانع كتير في مصر. بتقلل خروج العملة. وطبعًا أنت لو اشتغلتها طبعًا كتصدير ده مهم جدًا، أنا شايف الدولة السنة اللي فاتت زقّت إلى حدٍ ما بعض الوكلا، وإحنا كان في نيسان برضه صدّروا، ناس كتير أوي صدّرت السنة اللي فاتت، ودي كانت خطوة كويسة جدًا إن مصر تبدأ تصدّر فتدخّل عملة، وتشغّل العمالة، دي خطوات كويسة جدًا طبعًا، وخطوات كويسة إنك تاخد خطوة إنك في يوم من الأيام تصنّع عربية، لأن أنا شايف إن أهم حاجة مصر لازم تهتم بيها هي الصناعات المغذية، دي نعمل أهم عربيات حاجة. النصر، أعتقد الصناعات ما لهاش المغذية، علاقة. لأ أهم من المصانع دي كلّها حاجة اسمها الصناعات المغذية، اللي هي كل العالم بيقوم عليها، اللي هو يبتدي يصنّع ضفيرة، يبتدي يصنّع تيل فرامل، يصنّع طنابير. الصناعات المغذية دي في يوم من الأيام هتبني لك عربية، فطبعًا دي حاجة مهمة جدًا.